بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حكاية بالبلدي. النهارده حصل ترند كنا لازم نتكلم عنه. الترند ده كان مسمع جامد في الميديا. زوجة الكابتن حسام حسن اللي هو كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي سابقا والزمالك. زوجته كانت في السجن أو اتمسكت ودخلت السجن، باتت ليلة وطلعت تاني يوم. ده كله بسبب مشكلة حصلت في فيلا بتاعتهم هي تملكها هي والكابتن حسام وأبنائهم الاتنين. الفيلا ديت في كينج مريوط. طبعا هي كانت في مشكلة بينها وبين الكابتن الأسبوع اللي فات. فراحة قاعدة في الفيلا لقيت واحد داخل الفيلا بيقول لها أنا مستأجر الفيلا. هي طبعا راحت متصلة بالشرطة، جت الشرطة خدت الطرفين. طبعا الطرفين عملوا محاضر، طلع هو فعلا مأجر الفيلا من الكابتن حسام. فهي طبعا تملك الفيلا هي والكابتن حسام وأولادهم، ولازم إذا كان الكابتن حسام فعلا لو كان هيأجر الفيلا لحد لازم يعلنهم. إنما المفاجأة لما راحت النيابة واصطلح الطرفين على بعض، طبعا النيابة ما مشيتهمش من النيابة، لا ده رجعتهم الاسم تاني. وهنا كانت المفاجأة. المفاجأة إن طلع على زوجة الكابتن حسام حسن شهر سجن. وطبعا والراجل اللي كان معاها برضو اللي هو مأجر الفيلا ده برضو كان عليه مدد كبيرة بالسجن. المهم طبعا هي فوجئت ان هي عليها شهر سجن. طب الشهر ده جاي منين؟ طلع ان الشهر ده جاي الكابتن حسام كان اشتكاها سنة 2023 طبعا اللي هي اعتدت عليه. كان في فعلا زعل بين الطرفين في سنة 2023 ورجعوا اصطلحوا تاني. بس كانت المشكلة إن الكابتن حسام عمل محضر وما كانش عرّف زوجته. فكان المحضر ده مشي ووصلت بقت قضية وجاب لها شهر سجن غيابي. فطبعًا هي عرضت على الحكم عشان تخرج. والمفاجأة إن هي ما كانتش تعرف إن الكابتن حسام جايب لها شهر سجن، لإن هم اصطلحوا سنة 2023 يعني أثناء المشاجرة أو أثناء المشكلة اللي كانت بينهم سنة 2023 هم رجعوا بعد كده اصطلحوا وعاشت معاه عادي. فوجئت النهارده إن هي عليها حكم وبسبب المشكلة اللي كانت في 2023. وهي صرحت بذلك وطلعت في الميديا وقالت الكلام ده. وطبعًا الغريب إن هي قالت إن الكابتن حسام حتى ما جاش سأل عنها أو راح لها. وده كان ترند وكنا لازم نتكلم عنه، وده حصل النهارده. متشكرين على المتابعة ويا ريت الاشتراك في القناة.